عزيزي الراجل، عارف مراتك اللي شعرها على طول ملموم باستك ومشدود وطول النهار وشها عليه تكشيره ورايحه جايه في البيت تشتغل وتنظف وترتب؟ مراتك ديا اللي لما بتنادي عليها بصوت جهوري وتقول لها الحقي فتيجي مخضوضه من المطبخ تلحق حاجه عيالك وقعوها او كسروها رغم ان انت قاعد جنبهم. مراتك اللي ما بقاش عاجبك وزنها الزايد ولا وشها اللي ما فيهوش ميك اب ولا التيشيرت الواسع والبنطلون القطن بتاع صيادين السمك اللي هي لابساهم ليل ونهار. عارف مراتك اللي بتقارنها باللي بيجوا في التلفزيون وتقعد تترحم على الستات اللي بجد، اللي طبعا ما بيشتغلوش بره البيت ولا جواه ولا شايلين هم، هم دول اللي صارفين قد كده في عيادات التجميل والبيوتي صالون. ومراتك اللي بتشتكي انها ما بقتش تدلعك ولا تقعد جنبك ولا تقول لك كلمتين حب. مراتك دي ممكن في 10 دقايق تعمل شعرها وتلبس حاجه جذابه وتعمل شويه ميك اب هادين وتحط من البرفن المركون جوه ده على التسريحه، وتيجي تقعد جنبك وتدلعك وتضحكك وتقول لك بحبك وتخليك متنح من جمالها ورقتها. هي دي هي تقدر تعمل كده بكل سهولة، المشكلة انها مش عايزة تعمل كده. تقدر بس مش عايزة، في فرق كبير، ملهاش نفس. انت اللي سددت نفسها يا لطفي بطلباتك وانانيتك وعدم مساعدتك ليها. حتى لما طلبت منك ان انت تذاكر مع الاولاد طنشت وسبت المكان ودخلت تلعب بالموبايل وسددت نفسها بالجملة الشهيرة اللي على طول بيسمعوها: انت بتعملي ايه يعني؟ بدل ما تقول لها كتر خيرك، هي اخر النهار عندها استعداد تيجي على نفسها شويه وبجمله التعب والشقه طول اليوم وتدلعك بقى. مش الارهاق اللي بيخليها تبعد عنك انما الجفا. هي بتبقى شايفاك ما تستاهلش دلع ولا غزل لانك مش حاسس بيها وغلس معاها، وساعتها بتشوف ان الفيس اظرف من القعده جنبك، او ان ساعتين نوم افيد لها. قبل ما تدور على حقوقك ادي واجباتك، وقبل ما تسال هي مالها بقت كده شوف كم مره سديت نفسها وكم مره خذلتها وكم مره استخسرت فيها كلمة رقيقة. قبل ما تقارن بينها دلوقتي وأيام ما كانت عروسة جديدة شوف برضو أنت كنت بتعاملها إزاي في شهر العسل وبتعاملها إزاي دلوقتي. احترمها وقدرها وخليك جنتلمان معاها وهي هتبقى زي ما أنت بتتمنى. وعلى فكرة في ستات برضو أنيل من الرجالة وبتنكد على الرجالة نكد ليس له مثيل أكتر من اللي احنا قلناه. فعشان كده اتقوا الله في بعض علشان ربنا يكرمكم. بس كده، سلام عليكم.